السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والسرور والرضا، ويفرج على اخواننا في غزة واخواننا في لبنان فرج العاجل، ويفرج على الدكتور راشد بن علي ابو شريده والدكتور هزاع وكل الاشراف والاحرار اللي سجنوا ظلمنا، ويخرجون ان شاء الله بفضل الله ثم نزاهة الامير وعدله المتوقع منه. اول حاجة ابارك لهالقطر كلهم على جلاء هذه الغمة وانزياح هذا المجلس الوهمي اللي كانوا يدعون انه برلمان ديمقراطي، وكنا من البداية نقولها برلمان فاشل. حتى في اوروبا هنا يتساءلون بعد ما سمو الامير اصدر القرار انه بيكون فيه استفتاء، وبعد ما حصل الاستفتاء يقولون انتم فرحانين انه تم الغاء برلمان المفروض يمثل الشعب. قلنا مو بصحيح، البرلمان هذا وهمي ولم يكن يمثلنا لا من قريب ولا من بعيد، كان وهمي بكل المقاييس، بالعكس سلب حقوقنا لما اتى انه يكون في مجلس شورى معين من قبل الامير، حتى وان كان مجلس شورى سمنديقه لا يقدم ولا يوخر، لكن ما يسلب حقوقنا افضل من مجلس اتى ليسلب حقوقنا. ربما اللي وضع الفكره في البدايه كان يدرج للشيء هذا انه يصير انقسام، بدي نقول بنكنسل المجلس ان المجلس سبب مشاكل، ربما الله اعلم بالنوايا، ولكن نزاهه الامير وظننا فيه الطيب، وهذا الرجل نعتقد وكنا وما زلنا نعتقد انه بذره طيبه ادى الى انقضاض هذا الامر. ولا عزال الطحالب اللي ما عندهم اراده، نشيل مجلس يسلب حقوقنا قالوا اوكي، بنكنسله بنحط مجلس معين من الامير اوكي، اراده مسلوبه. قل نعم من هنا ولا لك اراده. احنا نحب دولتنا ونحب اميرنا ونحب شعبنا ومؤيدينه في ذا اللي سواه كامل من الى، مؤيدينه من قناعتنا ان البرلمان كان فاشل ولا يمثلنا، فلا عزال اللي حطتهم الدوله بيز ضد انفسهم وضد ربعهم، والان ذابوا مزبله التاريخ. ما لكم عزا، تغربنا وعشنا الغربه وعشنا الهم والغم وكلها واحد. اهم شيء احنا قلنا لا، نحن ندور رضا الله قبل رضا الحكومه وقبل رضا الناس، ولان الظلم وقع علينا بشكل مباشر. اسال الله عز وجل انه يصلح الشان. وشكرا سمو الامير، شكرا الدكتور راشد بن علي ابو شريده، شكرا الدكتور هزاع، شكرا كل الاحرار والشرفاء اللي عانوا وحقق معهم سجنوا وفرج عنهم، وبالاخص شكرا للي ظلوا على مبداهم، مو باللي خذوا اللفه، اللي ظلوا على مبداهم، شكرا من الاعماق. هذه ابيات متواضعه اهداء للدكتور عبد المطلب البهبهاني من دوله الكويت، لا يعرفني ولا اعرفه. ليه يا دكتور عبد المطلب الانفس تلاوم؟ ليه يا دكتور عبد المطلب الانفس تلاوم؟ بعضها بعضا وكل بعمله لابد يجزى. وليه غزة كانت وما زالت بعزة تداوم بالنيابة عن شعوب بعضها بالحالة يهزأ؟ وليه حزب الله مساوم بينما غيرها يساوم؟ وليه سردية حثالة مجتمعنا دون مغزى؟ لو رغال أشباه أبوه أعدادها قامت تكاوم، ينصر الله بنصره من يشاء واخزى من اخزى. الطيور الجارحة قامت على الأمة تحاوم، رزيت الأمة بضعف إيمانها وش عاد ترزى؟ كل صرخة تزدري رجل عن بلاده يقاوم، انهقه من جوف عير رابي في حوش معزة، انهقه من جوف عير رابي في حوش معزة.